السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور رمضان خيري في فيديو جديد. وزي ما شفتوا من عنوان الفيديو هنتكلم النهارده عن واحد من أدوية التخسيس اللي سعرها عالي شوية ومرتفع في الصيدلية، وهنشوف هل السعر الغالي ده فعلا يعني الدواء يستاهل ان هو يندفع فيه السعر ده، لأن في ناس بتحب تدفع أو تجيب أدوية غالية طبعا لاعتقادهم ان الأدوية الغالية بيبقى فيها استفادة أو بتجيب نتيجة، وأحيانا كتيرة بيكون المفهوم ده صح، بس احنا عايزين نعرف الدواء اللي معانا ده فعلا يستاهل السعر اللي هندفع فيه وفعلا تقدر تعتمد عليه في التخسيس. علشان ما اطولش عليكم، الدواء اللي انا بتكلم عنه اسمه ليميتلس كروماكس كات. ليميتلس كروماكس كات، طبعا الاسم يعني طويل شويه، ولكن انت ما تركزش مع الاسم قوي، ولكن هو اسمه ليميتلس كروماكس كات، ومش جديد على فكره، لان الدواء ده كان موجود في الصيدليه قبل كده باسم كروماكس. طبعا علشان خاطر الشركه تضيف له شويه حاجات، وعشان خاطر هو كان مشهور، فمش عايزين ان هم يعملوا حاجه جديده ويبداوا يعملوا لها دعايه واعلان من جديد، فعملوا الليميتلس كروماكس ماكس طبعا بشويه اضافات. هنعرف هي ايه الكروماكس. سعره دلوقتي 150 جنيه، 6 شرايط ب 150 جنيه، وفي مادتين فعالتين فقط لا غير، الكروميوم والجارسينيا كامبوجيا، ده اللي في الكروماكس بس. طيب ايه الجديد في الليميتلس كروماكس كات؟ ليميتلس كروماكس كات ايه الجديد فيه وايه اللي يخلي سعره ب 295 جنيه على 30 كيس؟ وعلى فكره ممكن ده ما يكونش وانت بتسمعنا دلوقتي اخر سعر ليه، ممكن على فكره يزيد، وارد جدا في اثناء ما بيحصل دلوقتي ان معظم الادويه بتزيد في السعر، فطبيعي انك انت يا تلاقيه بالسعر ده يا تلاقيه بسعر اغلى من كده، مفيش اي مشكله. هو عباره عن ايه؟ عباره عن اكياس زي ما انتم شايفين كده، عباره عن اكياس 30 كيس في العلبه، ده شكل الكيس من جوه، وطبعا ليه اكتر من طريقه استخدام هنبقى نتكلم عنها بعد ما نعرف ايه هي مكوناته وليه هو غالي كده، ويا ترى نقدر نعتمد عليه وندفع في المبلغ ده ولا لا. طيب طبعا ليميتلس كروماكس، خلينا نقول كده المكونات اللي فيه. طبعا اول حاجه الكروميوم، والكروميوم كان موجود في الكروماكس الكروميوم، فدي يعتبر مش جديد. موجود برضو هنا ايه تاني موجود كمان الجارسينيا كامبوجيا، وده برضو كان موجود في الكروماكس. هنا بقى في حاجات جديده. ايه الجديد بقى؟ الجديد هنا الفيتامين سي. طبعا الفيتامين سي ايوه ليه دور في التخسيس وبيساعد في التخسيس. في حاجه اسمها الجلوكامنان. الجلوكامنان دي الياف، خلينا نتكلم عنها اخر حاجه. موجود كمان خلاصه الشاي الاخضر، وطبعا احنا عارفين ان الشاي الاخضر، اوراق الشاي الاخضر او خلاصه او اقراص الشاي الاخضر من الصيدليه او مشروب الشاي الاخضر طبعا ليه دور كبير جدا في التخسيس، ومفيش تخسيس من غير شاي اخضر. وعلى فكره زي ما قلت قبل كده ان الشاي الاخضر مش بس هو ليه دور في التخسيس، هو كمان يحتوي على حاجه اسمها مضادات الاكسده. مضادات الاكسده دي عباره عن حاجه كده بتنظف الجسم حرفيا من حاجه اسمها الجذور الحره اللي هي او الفري راديكالز. الحاجات دي بتبقى هي البذور او الجذور لاي مرض خبيث في الجسم او اي مشكله في الجسم او اي يعني حاجه بتخلي الجسم ما يأديش وظائفه بشكل طبيعي. طيب موجود هنا برضو خلاصه او مستخلص حبوب البن الاخضر، يعني القهوه الخضراء، طبعا فيها نسبه كافيين لا باس بها، بتزود حرق الدهون، بتساعد في سد الشهيه. فدلوقتي احنا اتكلمنا ان في 3 حاجات او 4 حاجات جديده موجوده في الكروماكس او الليميتلس كروماكس كات. طيب برضو 30 كيس، فده برضو يعني تقريبا هو 30 كيس يعني علبه 30 كبسوله. طبعا طريقه الاستخدام بتبقى مثلا كيس قبل على كوبايه ميه قبل الاكل بنص ساعه او ساعه، وده شيء مهم جدا عشان خاطر الدواء يجيب مفعول ويجيب نتيجه مع اي دواء تخسيس. دي طريقه موحده، لازم قبل الاكل بنص ساعه او بساعه على الاقل. وهنا طبعا هتدوب كويس وكوبايه ميه كبيره علشان خاطر تاخد المفعول الكويس من الليميتلس كروماكس كات. طيب هو بطعم التفاح، علشان برضو الناس اللي ما بتحبش بعض الاطعمه اللي تبقى في البودره خصوصا، فهو بطعم التفاح، فطعمه هيكون كويس مفيش منه اي مشكله. طيب كان في حاجه انا قلت لكم خلينا نتكلم عنها في النهايه، وهي بودره او الياف الجلوكومانات. دي يا جماعه كانت بودره موجوده في دواء قديم اسمه الكايوسليم، والدواء ده كان نازل مصر في حوالي سنتين او اكتر، وكان عباره عن 30 كيس ب 450 جنيه، وكان عامل ضجه كبيره جدا وكان ليه اعلانات في كل مكان. وطبعا دواء فشل وما استمرش اعتقد لان سعره وقتها كان غالي جدا. على فكره الجلوكومنان من افضل الحاجات اللي ممكن تستخدموها في التخسيس.
جلوكومينان او الياف الجلوكومينان ليها دور كبير جدا في حرق الدهون وسد الشهيه، ومن الالياف الممتازه اللي لو موجوده في اي دواء تخسيس بتضيف له طبعا قيمه وبتعمل له مفعول كويس جدا، واكيد بتغلي سعره. طيب بعد ما عرفنا المواد اللي فيه وعرفنا طريقه استخدامه، نقدر نقول ايه؟ نقدر نقول ان الليميتلس فورماكس كات من الادويه الكويسه اللي تقدروا تستخدموها او تعتمدوا عليها في التخسيس، عشان المواد الفعاله اللي فيه الى حد ما كويسه. بالنسبه للسعر، فالسعر الى حد ما برضه كويس في ظل ارتفاع الاسعار الكبير جدا، وانا اراهن ان ده هيفضل سعره هيزيد في السعر، واكيد طبعا لان دلوقتي اصبح ان تقريبا كل شهر في زيادات في اسعار الادويه. يبقى انتوا ممكن تعتمدوا عليه عادي، ليميتلس كروماكس كات مفيش اي مشكله. اللي عايز يجيب الكروماكس بس مادتين بس من غير الشاي الاخضر ومن غير الجلوكومينان ومن غير القهوه الخضراء فمفيش اي مشكله، برضه هيجيب معاكم نتيجه على مستوى حرق الدهون وسد الشهيه. طبعا طريقه الاستخدام مرتين في اليوم او 3 مرات مفيش اي مشكله، او حتى مره واحده مفيش اي مشكله، هو هيساعدك في اي حاله من الحالات دي. ممنوع لمين؟ ممنوع لمرضى الضغط، مرضى الكليه والكبد، وطبعا للاطفال والناس اللي هم اقل من 16 سنه ما انصحش ان هم يستخدموا الليميتلس كروماكس كات. وعلى فكره اي دواء تخسيس عشان يجيب معاك نتيجه فما تستخدموش شهر او شهر ونص، لا ممكن تستخدمه 3 شهور عادي مفيش مشكله بدون اي مشاكل لو انت ما عندكش اي موانع للاستخدام. يبقى احنا النهارده كنا بنتكلم عن ايه؟ كنا بنتكلم عن ليميتلس كروماكس كات، ونشوف هو بمقارنه بسعره والحاجات الموجوده فيه تقدر تعتمد عليه لوحده كحاجه ان هي تساعدك في التخسيس، طبعا مع تظبيط الاكل، لان تظبيط الاكل مهم جدا. مفيش دواء يخسسك من غير ما تمشي على نظام كويس، سواء نظام ريجيم او على نظام اكل كويس او حتى نظام رياضه. لازم الحاجات دي مهمه، والحاجات دي طبعا ما تنساش شرب الميه، ده شيء اساسي ومهم جدا جدا في التخسيس علشان ما يجيلكش امساك، وعلشان كمان الميه بتسد الشهيه والميه بتزود حرق الدهون. مفيش اي مشكله خالص لو انت محتاج مشروبات اعشاب تزود معاك حرق الدهون، فكنا اتكلمنا قبل كده في فيديو او 2 عن بعض المشروبات اللي هتزود معاك حرق الدهون وتسد معاك الشهيه. ممكن ابقى احط لكم اللينكات تحت في فيديو الوصف بحيث ان انتم ممكن ترجعوا لها وتختاروا منها اكتر من وصفه تناسبكم وتجيب معاكم مفعول ان شاء الله. اتمنى تكون الحلقه مفيده، اتمنى تكونوا استفدتوا. من الناس اللي كانت بتسال عن الليميتلس كروماكس كات وعن ان هو مفيد ولا لا، غالي ولا رخيص، نجيبه او ما نجيبوش، بيخسس ولا ما بيخسسش، اتمنى ان الحلقه دي تكون مفيده ليهم وتكونوا استفدتوا ان شاء الله. ولكن لو في اي سؤال او اي نقطه انا ما اتكلمتش عليها في الفيديو ده فيا ريت تسيبوها لي تحت في التعليقات وانا اجاوب عليها بسرعه ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو مفيد، واتمنى ان انا اشوفكم في حلقه ثانيه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.